ريال مدريد والموسم الصفري الثاني على التوالي بعد خروج ريال مدريد بعد الخسارة من البايرن ميونخ ذهاب إياب، وكمان فرص إن هو يفوز بالدوري بقت ضعيفة جدا في ظل اتساع الفارق الكبير بينه وبين برشلونة. فبنسبة كبيرة كده الريال رايح لموسم صفري تاني على التوالي. فمش هحرق لك كتير في المقدمة، انزل بالانترو يا عبدو ويلا بينا على الفيديو. ريال مدريد والموسم الصفري التاني على التوالي، ودي بالمناسبة نتيجة طبيعية جدا لأن بيريز حب إن هو يعيد استنساخ الجلاكتيكوس، لا وكمان بيستنسخه زي ما هو حتى بالعيوب اللي كانت فيه. ريال مدريد بقى بعد الخسارة رايح جاي والخروج من البايرن في دوري الأبطال أوروبا، لو استمر على كده كمان سنتين بنفس الهرجلة بنفس العشوائية دي، فرق أوروبا هتتجرأ عليه عادي جدا، وده هيضيع من ريال هويته اللي كانت مميزاه عن باقي فرق اوروبا، ومش هينقذه غير مدرب عنده فكره ومنظومه يقدر يبرمجها. اقول لك زي مين؟ زي ما عمل كده جوزيه مورينيو مع ريال مدريد. وبالرغم ان جوزيه مورينيو ما كسبش دوري الابطال مع ريال مدريد، بس الريال فضل من بعده يحصد اللي زرعه مورينيو من هويه ونظام اللي فرضه على اللعيبه وقتها. لان في الحقيقه ولا انشيلوتي ولا زيدان يرتقوا ان هم ياسسوا منظومه وهويه تعيش لسنين. هم اخرهم ان هم هيمشوا الدنيا بفرق جاهزه وهيطلعوا منهم احسن امكانيات. لكن ريال مدريد بتاع دلوقتي محتاج اعاده برمجه وتنظيم من جديد، محتاج تجربه كده زي بتاعه جوزيه مورينيو، حد يرسم الخط والفريق هيمشي عليه. عشان كده برضو من اسوأ قرارات خدتها اداره ريال مدريد في اخر 6 سنين هي التعاقد مع امبابي. يا صاحبي، التعاقد مع امبابي ده اللي كلف النادي موسمين صفر بطولات. ومن اكتر الاخطاء برضو الكارثيه اللي خدتها الاداره وهي اقاله تشابي الونسو، مدرب دارس وفاهم واتدرب في كل انماط اللعب، فكان ده انسب مدرب ان هو يبني منظومه وشكل للريال. لكن الاداره طبعا بتدفع ثمن انها خلت اللعيبه نفوذها اكبر من المدرب، زي اربييلو كده، مدرب جاي يريح اللعيبه وهو قال كده بنفسه، فدي نتيجه طبيعيه. وبعد يا سيدي ما ريال مدريد خرج من الابطال، الاخبار بقى اللي طلعت بتقول ان اداره ريال مدريد بتفكر في المدرب الجديد يكون بوتشيتينيو، اللي ده مش هيفرق اي حاجه عن اربييلو او انشيلوتي كمان، غير ان هم بيريحوا اللعيبه. وده اللي برضه بنسبه كبيره اقول لك ان اقتراح بوتشيتينيو ده من اقتراح الديكتاتور الكبير امبابي. مش ده كان بيدربه في باريس برضه ولا ايه؟ افتكر كده. في اداره بقى يا سيدي زي اداره ريال مدريد مش مهتمه غير بالايجو والبراند والبيزنس، وكل ده بيتمناه اي فريق، لكن كل ده بيحصل من غير سيستم ومنظومه عشان يعرف ينتج البراند الكبير. فده هيكون شكله النهائي فريق بدون شكل، مدرب اهواجي بيريح ويخدم على اللعيبه مش العكس. وعلى المستوى المحلي فوجود ريال مدريد ضعيف. ريال مدريد موسم 2007 خد دوري رقم 30 في تاريخه، وبعد 20 سنه الريال كسب 6 دوري بس، بعد ما كان الريال محقق الدوري ضعف برشلونه. فاقول لك بقى على حاجه، الفرق رجع ل7 دوريات بس بعد ما برشلونه طبعا يكسب الدوري بتاع الموسم ده اللي هو بنسبه كبيره كسبه يعني. لكن خلاص لحد كده الريال لو ما تداركش الوضع ولحق انقذ الموقف بمدرب، بس مش اي مدرب، مدرب يكون فاهم، مدرب يبني منظومه كويسه، فانت كده صباح الفل الهويه بتاعتك ضاعت وهو قدر محتوم. بدل ما كانت الفرق اللي بتنزل قدام ريال مدريد بتكون مؤمنه بشخصيه البطل اكتر من ريال مدريد نفسه، نفس الفرق دي هتتجرأ عليه من تاني وممكن يدخل في فتره مظلمه بدون اي بطولات عادي جدا، وكل ده هيكون بسبب اداره بلا شك. فبس كده يا سيدي، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، فاستنوا بقى الحلقات اللي جايه. فبس كده يا سيدي، سلام.